معقول الدنيس يتعمل سنجاري؟ لا، غريبة وجديدة فعلا. طب ما طول عمرنا نعرف ان الدنيس ده بيتعمل رده مقفول، زيت وليمون مقفول، او رده محشي، او زيت وليمون محشي، او مقلي. انما سنجاري؟ الله! طب ما السمك قدام حضرتك اهو، في شريفة، في وقار، فيه ناجل حر، فيه ناجل طراد، فيه القاروص، فيه البوري، فيه اللوت. بص على المنظر، الله! يا سلام على المشهد، حاجة حلوة قوي. هنعمل الدنيس سنجاري ازاي؟ هنقول الحكاية حلوة ونبدأ بذكر الله والصلاة على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وهناخد الدنيس كده، هنقشره ونقصقصه ونفتحه من الظهر، نسيب السلسلة او نشيلها، هتمشي العملية. وبعد كده هنعمل ايه؟ هنجرب بقى الدنيس سنجاري على طريقتنا كده. بص، هو طازة فريش والعين بتلمع. لا لا لا، خيال يا جماعة. الأسماك الحلوة دي، الناجل والشريفة والقاروص، تحفة. يلا بينا نعمل الدنيس سنجاري. أول حاجة زي ما قلنا، بننضفه كده، بنقصقصه ونفتحه من الظهر، نشيل السلسلة أو نسيبها، ونتبله ملح، توم، كمون. ملح وتوم، كمون، وشوية كاري، شوية كزبرة، سنة فلفل أسمر، مع ليمونة وشوية زيت. ونتبل الدنيس من الظهر ومن البطن. وخلي بالكم، أنا حطيت تحت منه خلطة فوق السيلفر وعليها شوية زيت. ركز أهو، الخلطة تحت منه اهو، يعني حطيت السيلفر، بعد كده الخلطه، بعد كده تبلت الدنيس اهو من الظهر ومن البطن بالشكل ده كده، وحطيته فوق الخلطه وشويه الزيت. ليه؟ عشان طبعا الخلطه تسويه من تحت ما تتحرقش. معايا هنا التتبيله والصوص اللي هو شويه صلصه، فككهم كده بشويه زيت مع ليمونه وشويه زبده وعصره برتقانه كده، ومقلبهم سنه ميه بسيطه يعني عشان يبقى الصوص خفيف. بصل وفلفل وطماطم هي الخلطه بتاعتنا، او فلفل الوان. وبعد كده هصلفره بالطريقه دي. بص، هنلف السيلفر بالشكل الحلو ده كده اهو، عشان خاطر نقدر نشيل السمكايه بالطريقه اللي هتشوفوها دلوقتي. وعلى شبكه، او طبعا الصلصه ديت عليها زبده، عليها عصير برتقان، الليمونه، يعني خفيفها كده عشان تدي طعم ولون. على شبكه وندخلها الفرن. هندخل الشبكه الفرن بالدنيس. طيب، دي طريقة عشان خاطر الدنيس لحمه يعني رقيق شوية، فلازم نعمله بالطريقة الحلوة دي. اما لو بوري او اي سمك بحر، احنا بنفتحه من الظهر وبنشيل منه السلسلة وبنتبله. اما بنسيب القشر بقى زي ما هو، ولكن بنحطه على الشبكة مباشرة من غير سيلفر. بص كده على البوري اهو، طبعا ده الدنيس. يلا ندخله الفرن. ركز معايا على البوريه ديت، ايوه هي دي. عاملها من غير من غير سيلفر، يعني مش متقشره، بتاخد وش كده وتطلع تكمل سواها فوق. وبص بقى على المنظر الحلو ده كده، البوري لما اعمله مقفول والبلطي مفتوح. بص، يعني انا بعمل دلوقتي؟ بحط البوري في الرده اهو، رده مقفول عشان في بطروخ وسمين، هنشويه بالطريقه ديت. شايفين المشهد حلو ازاي؟ على ما الدنيس ياخد الوش المناسب، هوريلكم بقى شكله حلو قوي. تعالى، لا، بص، وهو طالع من الفرن شكله بص على المشهد، الخلطة مع الصوص كله استوى ونشف كده. هنسيبه فوق الشواية لمدة 5-6 دقايق عشان الخلطة بقى اللي تحت الدنيس تتفاعل مع التتبيلة والزيت وتستوي. واكيد الخلطة دي يا جماعة لازم تحطوها تحت السمك عشان ما يلزقش من حضراتكم في السيلفر وينشف منكم. لازم الخلطة تحت السمك اللي هيتعمل في السيلفر بالذات. وان شاء الله هنعمل فيديو البوري قريبا بنفس الطريقة ديت برضو، ولكن هنقدم الصوص بطريقته والمقادير بتاعته واحدة واحدة كده مع بعض، مع التتبيلة ومع المقادير بقى. كل حاجة هتبقى مفصلة في فيديو البوري القادم ان شاء الله بنفس الطريقة ديت، ولكن مع اختلاف المقادير والمشهد الحلو ده كده. طيب، احنا عايزين بقى طريقة تانية غير الشبكة يا شيف. لو عندنا صينية في البيت هنعملها ازاي؟ هنجيب صينية نحط فيها شوية مية، وهننزل عليها البوري بالسلفر زي ما هو كده، وندخلها الفرن ونولع فوق وتحت. لما ياخد اللون الاحمر ده كده والميه اللي تحت منه تنشف، يبقى استوى. نطلعه بالشكل الحلو ده كده. وده طاجن جندوفلي. وبص على المشهد كده من على بعد، قرب. شايف المنظر؟ شايف؟ طبعا انا ما بلبسش خواتم في ايدي ولا دبل. الناس اللي هتعلق انا عارف. هنحط الجرنش بقى. يا سلام لو شويه سبايسي مع السنجاري ده كده. طبعا هنا شريحة البرتقانة مع الليمونة. المنظر حلو وجميل. هنعمل بص قرب. شايف؟ الله!
يا سلام على الجمال، شكله وطعمه اكيد حلو قوي. يلا نقول رأينا في التعليقات ونشارك الفيديو للغير، وننتظر فيديو البوري قريبا والمقادير والحاجات الحلوة والتكات من اخوكم حبيبكم الشيف رضا شعبان فودة. اعملوا متابعة عشان تشوفوا الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله. اشوفكم على خير.